في مثل مصري بيقول اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي، وانا ابويا دلوقتي يا عيني ما بيعملش حاجة غير انه بينفخ في الزبادي من ساعة ما اتلسع في حوالي 500 ألف جنيه. الحرامي اخد كل حاجة من غير دليل واحد ومن غير ما يكسر اي باب. انا بقى هقول لك الحاجات دي اتاخدت ازاي من المخزن. السكان دايما عندنا بينسوا باب العمارة مفتوح، فكان سهل جدا الحرامي يخش. ده اللي بابا كان فاكره، لكن في سبب تاني هقول لك عليه بعدين. فبعد ما بابا اتسرق قرر انه يراكب كاميرات جديدة وميكروفون كمان، ومن ساعتها وهو عامل حالة طوارئ في العمارة وجايب الكرسي وقاعد قدام الشاشة وماسك الميكروفون، وكل ما يقفش واحد طالع من غير ما يقفل الباب بيفضحه. تخيل نكون قاعدين في امان الله ومرة واحدة الاقي بابا بيقول انت ياض يا ابن عم حمدي اقفل الباب وراك ما تعرفناش بقى انت وابوك. وبعدها بشوية تيجي الست احسان، ولما تسمع الميكروفون بتترعب من التكنولوجيا. في اول فترة كانت فاكرة ان في عفاريت، بس بعد كده بابا فهمها والحمد لله بقت تقفل الباب من نفسها. انا كل اللي بيحصل ده مش فارق معايا، اللي انا بقى خايف منه ان بابا يكتشف اني السبب اصلا. ايوه زي ما سمعت، للاسف انا السبب. اليوم ده بصراحة كنت مستخبي في المخزن بشرب سجارة، وبعد ما خلصت نسيت اقفل الباب وطلعت البيت. فالحرامي دخل من غير اي تعب ولقى كل حاجة متجهزة، بس انه ياخدها ويمشي، وانا مش عارف اجيبها له ازاي واقوله اني السبب، لاني متأكد ان ساعتها هاخد علقة. ما خدهاش حمار في مطلع.